قتلة الاقتصاد اسم أطلق على مجموعة تابعة للحكومة الأمريكية تغتال اقتصاد الأمم، وهو ما أكده جون باركنز أحد القتلة الاقتصاديين الذين استخدمتهم أمريكا في حروبها. وفي اعترافاته من خلال كتاب أصدره ومقاطع فيديو سجلها ونشرت عبر اليوتيوب، يشرح باركنز كيفية نهب أمريكا مليارات الدولارات من دول العالم عبر الترغيب تارة والترهيب طورا. Of the economic hitman. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. مهمة القتلة الاقتصاديين إقناع الدول بأخذ قروض دولية ضخمة من المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتمويل مشاريع اقتصادية وفقا لتقارير وتقديرات اقتصادية مبالغ فيها عن معدلات النمو المرجحة. ويجري إغواء السياسيين بمنافع شخصية للموافقة على تلك القروض الضخمة شرط أن تذهب إلى الشركات الأمريكية التي تعمل في تلك الدول. وعندما تعجز حكومات هذه الدول عن الوفاء بالديون تصبح تحت الوصاية والسيطرة الأمريكيتين، فتباع مواردها الطبيعية بأسعار زهيدة، وتحول ميزانيات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم لتسديد الديون، فتختل الأوضاع الاجتماعية والأمنية، ويظهر التمرد والاضطرابات، فتكون الفرصة مضاعفة لإحكام القبض على تلك الدول. وفي حال أخفق القتلة الاقتصاديون في إقناع المسؤولين، وغالبا ما يكونون رؤساء دول، تبدأ المرحلة الثانية ويطلق على من ينفذها الضباع، وهم من رجال الاستخبارات المركزية، ومهمتهم محاولة القيام بانقلاب أو تصفية الزعيم العنيد الذي يرفض الموافقة على عروض ومقترحات القتلة الاقتصاديين. وفي حال أخفق ضباع الاستخبارات فإن المرحلة الثالثة تبدأ، وتتمثل في تحرك الجيش الأمريكي لاحتلال البلد. غدا تعرفون من هي الدول التي وضعها قتلة الاقتصاد نصب أعينهم، وماذا حل برؤسائها.